نفيل صهاك. جمع الحب بينهما في مرعى واحد، فمارس الفاحشة والعياذ بالله وأتوا بالتحفة الخطاب. بعد ولادة الخطاب ألقي على مذهب مكة، فأتت امرأة يهودية جنازة فحملته وربته، وسمي الخطاب فصحف بمعجمة فصار الخطاب. الخطاب هذا التقى أمه صدفة ولم يعرف بأنه أمه، فوقع المحظور وزنى بأمه. وأتوا بحنتم. بعد أن أتت سهاك بحنتم التي هي بنت ابنها ألقتها على مزبلة في مكة. سبحان الله، ناس يولدون في الكعبة وناس يولدون في المزابل. فوجدها هشام فرباها ونسبت له، وبعد مدة رآها الخطاب عند هشام فأعجبت فتزوجها وأتوا بالقنبل عمر. وبإيجاز في هذا القصة هناك 5 أشخاص: سهاك، نفيل، الخطاب، وحنتمة، وفي النهاية عمر. نفيل مارس الفاحش مع سهاك فأتوا بالخطاب. الخطاب مارس زنا بالمحارم بأمه فأتوا بحنتمة. الخطاب مارس زنا بالمحارم بأخته من أمه فأتوا بعمر. وبناء على هذا نستنتج أن الخطاب هو أبو وجد وخال عمر، وحنتمة هي أم وعمة وأخت عمر. الله أكبر. الله الله الله. يا خبر ابيض، ايه ده؟ معادلة صعبة. لماذا نستهان بعمر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شفنا هذا المقطع وشفنا أصل عمر، ويعني هاي خريطة مبسطة لأن هي شبكة من الشبكة معقدة من تداخلات، يعني عائلة بالفعل عائلة كلها زبالة، الأبو مولود بالزبالة والأم مولودة بالزبالة، يعني عبارة عن عائلة ريسايكلينج مثل ما يقولون، إعادة تدوير الزبالة كلهم. فهذا أصل عمر بن الخطاب. فإخوتنا الكرام، إذا فرحتوا عجبكم هذا المقطع فإن شاء الله تشجعون وإن شاء الله تسددون هذه الفاتورة، وإحنا إن شاء الله بلكي إذا سددت هذه الفاتورة بهالليلة راح نعيد هذا المقطع مرة أخرى، لأن يجوز اكو إخوان يردون يسجلوا